نجي على مسألة قضية أرض فدك. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أرضا بفدك، منطقة اسمها فدك؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فجاءت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها تطالب بحق أبيها، فرفض أبو بكر الصديق أن يعطيها لها. هل القصة صحيحة؟ نعم، القصة صحيحة، لكن علينا أن لا نقتصر على هذا لنظلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. من خصائص الأنبياء لهم خصائص، من ضمنها أنهم يدفنون في المكان الذي يموتون فيه، لذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه، في بيته، في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا يزال قبره فيها. ومن خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، أموالهم لا تذهب إرثا. طيب، هنا نقول اغتصب أبو بكر الصديق بحسب قول المدعين أرض فدك من فاطمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ورثة إلا فاطمة؟ طيب، العباس عمه وهو حي أليس وارثا؟ نعم، العباس عمه وهو وارث، لأنه لا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن ذكر يحجب العباس، فالعباس هنا عمه وهو وارث. هل طالب العباس بحصته؟ لا. طيب، أمهات المؤمنين ومن ضمنها ابنته عائشة بنت أبي بكر، ومن ضمنها حفصة بنت عمر، هل طالبت إحداهن؟ طيب، أبو بكر الصديق إذا كان قد ظلم مع فاطمة ظلم مع عائشة أيضا، وعمر إذا كان قد ظلم مع عائشة ظلم مع حفصة أيضا، حاشاه من الظلم طبعا. فاطمة رضي الله تعالى عنها ببشريتها وهي بشر زعلت، كانت تظن لأنها لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. لكن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيد حكم أبي بكر. علي أيد حكم أبي بكر بأن حكم أبي بكر كان حقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، بمعنى يذهب لبيت مال المسلمين. فأبو بكر الصديق لا يحق له أن يغير حكم رسول الله. راح تقول: شنو دليلك على أن علي وافق على حكم أبي بكر؟ الدليل: علي صار خليفة فيما بعد، وأرض فدك لا تزال عنده في بيت مال المسلمين، لا قسمت ولا بيعت ولا صارت لأحد، لا أخذها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أعطوها لأحد، بقت أرض للمسلمين، صار علي خليفة. لولا إقراره على حكم أبي بكر أما كان يعطيها لورثة فاطمة؟ لو قلنا أن لفاطمة حقا في هذه الأرض رضي الله تعالى عنها، سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الدنيا والآخرة، أمنا الغالية، لكن الحق حق والحكم الحكم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا علي صار خليفة، وبعده الحسن صار خليفة. لماذا لم يوزعوا أرض فدك على ورثة فاطمة؟ طبعا السيدة فاطمة كانت قد توفيت في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. لماذا لو قلنا بأن لفاطمة الزهراء حقا في أرض فدك، لماذا لم يعطها علي لورثة فاطمة وأبنائها موجودون، الحسن والحسين ورقية وزينب وأم كلثوم رضي الله تعالى عن هذه العائلة الطيبة والشجرة المباركة؟ لماذا لم يعطهم علي؟ فمن وصف أبا بكر باغتصاب أرض فدك عن فاطمة فقد وصف عليا باغتصاب أرض فدك عن ورثة فاطمة. علينا أن لا نقرأ التاريخ قراءة ظاهرية، علينا أن ننظر إلى الأمور المحيطة بها. العباس حي وأبناء العباس بقوا أحياء، لماذا لم يطالبوا بحصتهم وهم ورثة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بيوت لأمهات المؤمنين بعد أن توفيت أمهات المؤمنين، لماذا لم تذهب بيوتهن ورثة إلى إخوانهن؟ كان عندهن أخوة ما خلفا إلا سيدة خديجة رضي الله عنها، وتوفيت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة ماريا عندها إبراهيم وأيضا توفي صغيرا، لكن عندهن أخوة. طيب، ما فكرتوا ليش أخوة عائشة، أخوة حفصة، أخوة أم سلمة، أخوة ميمونة، أخوة باقي أمهات المؤمنين، ليش ما ورثوا بيت النبي من مات خواتهم؟ ما ورثوهم، لأن أموال رسول الله ليست إرثا، إنما أموال النبي صلى الله عليه وسلم افتح باب الاتصالات أخي المخرج. إنما أموال النبي عليه الصلاة والسلام هي تذهب لبيت مال المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لأبي بكر ولا لغير أبي بكر أن يغير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لم يشرعوا دينا جديدا، إنما عملوا وفق الوحي، وفق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام سيدنا وفق كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم.